وصفتي المعتمدة يا جماعة للبسبوسة، أو بمعنى أصح البسبوسة بالقشطة. ازاي الطبقات ما تفصلش منك وتبقى كريمية وآخر طعامة ولذيذة. أنا اسمي مروة، لو أول مرة تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحة وتفعلي جرس التنبيهات وعلقيلي ولو بحرف واحد عشان تضمني إن شاء الله يوصلك إشعاراتي باستمرار. أول حاجة هنحضرها هي الشربات، نص كوباية من المية وكمان كوباية من السكر. هنحطهم على النار مع عصرة نص ليمونة، يدوب 3 دقايق بعد ما يغلوا وتطفي عليه على طول وتسيبيه يبرد تماما. هنحضر بقى كمان كوباية ونص من السميد الناعم، أي نوع متوفر عندك، واحتاج كمان بيضتين، وهنضيف كمان نص كوباية من الزيت أي نوع، وكمان كوباية من السكر، معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، وكيس من الفانيليا، وعلبة من القشطة لو متوفرة. لو مش متوفرة 3 معالق من أي نوع قشطة متوفر عندك. عايزين نضرب بقى الكلام الجامد ده كله، يا اما بقى بالهاند بلندر او في الخلاط او في الكبه، المتوفر عندك هتشتغلي بيه. اهم حاجه القوام يكون كريمي جدا وكله يتجانس في بعضه. اضربي كويس قوي. تمام كده. هحضر بقى صينيه مقاس 20، هدهنها كويس جدا بالزبده، وابتدي احط نص المقدار بس، اوزعه كويس قوي. انا مسخنه الفرن بتاعي درجه حراره 180، هحطه في الرف الاوسط، بتاخد تقريبا من 10 دقايق لربع ساعه. بشغل طبعا الفرن من تحت فقط. تمام كده. في المرحلة دي أو في نص مرحلة التسوية ببدأ أعمل طبقة القشطة بتاعتي، 4 قطع من الجبنة المربعات، تمام، وعلبة من القشطة، و3 معالق كبار من النشا، وكمان كوبايتين من الحليب. هنضرب الكلام الجامد ده كله برضو في الهاند بلندر، وبعد كده على النار فورا. عايزة قوام يكون كريمي، تمام. انا عايزه القشطه تكون سخنه، وكمان البسبوسه وهي طالعه تكون سخنه، والخطوه دي مهمه جدا عشان الطبقات ما تفصلش من بعض. تمام كده، ده القوام اللي انا عايزاه. هطلع بقى البسبوسه وهي سخنه وهنزل بطبقه القشطه كلها. هبتدي ان انا اوزعها كويس جدا في الصينيه. وزعي بسرعه لانها بتكلبش بسرعه وبتكلكع، تمام، فالحقوا وزعوها علشان تاخدوا الشكل النهائي زي كده بالظبط. بتعمل طبقة من القشرة. في المرحلة دي هنبدأ بقى ان احنا نحط الطبقة التانية من البسبوسة، هتوزعيها تتوزع معاكي بكل سهولة بالظبط. شايفين اللذاذة يا جماعة؟ حلوة قوي، سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص على فكرة. هنوزع بقى المقدار بتاعنا بالشكل ده، وفي المرحلة دي احنا بقى ما بنشغلش الفرن، ما تتخضوش. احنا هنشغل الشواية فقط، احنا كده كده الجزء اللي تحت مستوي، تمام، فهنشغل الجزء اللي فوق بس. هنشغل الشواية زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو بتاع البسبوسة. طبعا الشربات عندنا زي ما قلت لكم هنسيبه بارد. اول ما بتطلع بالشكل التحفة ده بنسقيها بالشربات. الله على الطعامة، مفيش احلى من كده بجد، خطيرة. تقدري بقى تزينيها باي حاجة متوفرة عندك. انا كان عندي كريز حبيت اعملها بيه، تقدري تعمليها بمكسرات، وتقدري كمان تسيبيها كده. هتسيبيها تتشرب براحتها خالص بقى من الشربات زي ما هي عايزة. خليها تاخد وقتها. هنعملها بس بالفايل كده وهنسيبها على جنب تهدى، وبعد كده على التلاجة فورا. المفروض يعني انها تبقى من 6 ساعات لليلة كاملة عشان تاخدي نتيجة بيرفكت، تمام. انا الحقيقة انتوا عارفين ما بصبرش في الحاجات دي، مفيش يوم ارحميني. طلعتها بعد ساعة بالظبط، فكيتها من الصينية بتاعتي بالشكل ده. لو مش متوفرة الصينية القابلة للفتح تقدري تعمليها في اي صينية، مش هتقولك لا خالص، الجيش بيقول اتصرف. تمام كده. شايفين الطعامة؟ الطبقات مش فاصلة خالص من بعضها، بجد حكاية مرملة وتحفة. سكرها حلو جدا، والقشطة تجنن، خطيرة بجد، لازم تجربوها. عملت وصفات كتير معاكم جدا للبسبوسة، بس بصراحة دي تكسب. لان دي احلى حاجة محببة لقلبي، خطيرة تجنن يا جماعة. لازم تجربوها بجد وتقولي رأيكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير، وسيفيه عندك احتفظي بيه عشان وصفات رمضان حلوة جدا على فكرة، في رمضان وغير رمضان. كريمية جدا وبتدوب في البق ذوبان، من الحاجات اللي فعلا يعني بتخليني كده انشكح على الاخر من السعادة. لما يبقى مودي وحش بحب اعمل الصينية دي ادلع نفسي. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.